بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال يا ربي. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الملوي اللي كيجي أكثر من رائع، كيجي مهوي وخفيف مقرمش وهشيش. ملوي ديال النهار الكبير، ملوي ديال الضيوف، ديال تحميرة الوجه. شي حاجة إلا كنتي كديريها وانتي مطمئنه وعينك مغمضين على انك تخرجي الذهب من يديك. ما عليك غير تبعي الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنسيش الدعم ديالك الا جات على خاطركم. ومشاهده الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنسوش ليا لايك. جزاكم الله خيرا. شوفوا تبارك الله كيفاش داير هذا الملوي اللي غادي نشارك معكم، اكثر من رائع. كنت شاركته معكم في بدايه ملوي على شكل رزيزه. مني كتشوفي الملوي كيبان لك بحال ملوي عادي، ومني كتحليه كتلقايه رزيزه. وبسم الله على بركه الله غادي نوريكم الدقيق اللي عجنت به. انا كنستعمل الدقيق ديال الدار، القمح ديال الدار هذا هو. غادي ندير كميه ديال هذا القمح، وندير جوج كميات ديال الفرص. نتوما عبروا باش ما بغيتو. المهم عبرتو بزلافه ديروا زلافه ديال القمح وجوج زلايف ديال الفرص. المهم نتوما على حسب القياس اللي بغيتو، واش تكثروا ولا تقلوا ولا على حسب. صافي درت عليها واحد معلقه ديال السكر سنيده، واحد شويه ديال الملحه على حسب الذوق. وبالنسبه للسنيده تقدروا تعوضوها بالعسل. المهم العسل كتعطي لوين زوين واحسن، وحتى المذاق كيجي زوين. صافي غادي نعجنو. هنا راني مختصره لكم بزاف مراحل. بالنسبه للعجينه راه كتكون شويه متماسكه، نحاولوا ما نجريوهاش بزاف باش كتعطينا الملوي كيجي هشيش وكيجي رطب بزاف. اما الا جريناها ما كنبقاوش نتحكموا فيها بزاف، وخصوصا في وقت الصيف. اما دابا راه مازال البروده ماشي مشكل. صافي عجنت بشويه ديال الماء دافي، دورته هكا ما بين يدي، ما كيحتاجش عليك بزاف. المهم الا كان عندك الوقت وبغيتي تخليه يرتاح راه ما كتعجنيهش بزاف. اما الا كنتي مزروبه به وباغيه دغيا توجديه فكتعطيه شي شويه دليك. صافي ودهنته بواحد شويه ديال زيت المائده ودرتو في البلاستيك الغذائي. كنعاود نجبدو مره اخرى ونعاود ندورو بين يدي ونعاود نردو البلاستيك حتى كيرتاح. وكنديرهم هكا كويرات. مشاركتش معكم هذيك المرحله. كنديرهم كويرات على القياس اللي بغيتو نتوما. وبالنسبه لهاد الخلطه راه حسبت لي كنصور وانا ما تشداتش ليا. كندير فيها الزبده، وكندير الزيت، وجوج معالق ديال النشا مايزينا، وجوج معالق ديال هاد الدقيق القمح اللي شاركت معكم. وكنحتاج شويه ديال الزيت بوحدو باش كنبقى نطلق. صافي كنجيب الكويرات بحال هكا وكنطلقهم على شكل مسمنه عاديه، وكنطويهم كيف ما شفتوا. كندهنها بهذاك الخليط وكنطويها على شكل طولي. كندير الطوليه الاولى من هاد الجهه والطويه الاخرى عاوتاني من هاد الجهه الاخرى، وكندهنهم حتى هما بهذيك الخلطه، وكنعاود نطويهم. وهنا كنحتاج هاد القطاعه ديال البيتزا، اولا كاين واحد القطاعات اللي فيها بزاف ديال المويسات، فيها بزاف ديال الريوس، دغيا كتسربي هذيك. وكاينه وحده عاوتاني ديال البلاستيك كتجي بحال الشبكه، حتى هذيك زوينه حتى هي، كتجي مشبكه شويه. صافي كنخلي من واحد الجهه كنخلي شويه ديال البلاصه ما نقطعهاش عاوتاني من الاخر. هنا كيف ما كتشوفوا موضح في الفيديو كنخلي واحد المسافه حتى ما كنقطعهاش، باش بها كنجمع المليويه ديالي. غادي نعاودها معكم باش تفهموا مزيان. هنا هادو مني كيرتاحوا كنبقى كنضغط عليهم هكا باش كينطلقوا. المره الاولى كنخليهم كيف ما شفتوا بحال هكاك، وعاد منين كنعاود نخليها ترتاح شويه كنوقفها ونضغط عليها شويه باش كتطلق معايا. المهم نعاود معكم من الاول. هنا كنجيب العجينه كنطلقها الكويره، كنطلقها كيف ما كتشوفوا طلقتها مزيان حتى كيبقى يبان سطح العمل. كندهنها بشويه ديال الزبده، بهذيك الخلطه ديال الزبده والزيت ومايزينا والدقيق وخماره الحلوى. نسيت ما قلت لكمش راه فيها خماره الحلوى. وبالنسبه للزبده قد ما كانت النوعيه مزيانه قد ما احسن. اللي خدمتوها بالزبده سبيسيال كتجي المذاق رائع وكتجي زوينه وصحيه. صافي كنشكلوها بحال هاد الشيء اللي بحال هاد الطريقه اللي موضحه معكم في الفيديو. وكنبقى نقطع. هذا هو
كيفاش كتجي هكاك مخويطات بهاد التقطيعه هكا. كنبقى نمشي ونرجع قد ما درتوه مرقاق قد ما كيجيو الخويطات رقاق كتجي بحال الرزيزه. وإلا لاحظتوا راه من هنا كنخلي واحد 4 سنتيم اولا 5 سنتيم من هاد الجهه الاولى، ومن الجهه الاخرى حتى هي كنخلي تقريبا واحد 16 ولا 18 سنتيم. المهم على حساب العجينه شحال عندكم بالنسبه لسطح العمل. كاين اللي كيديرهم هكا كبار، راه غادي تخلي شي شويه المسافه باش تلوي فيها. وبالنسبه للطي كنطويوهم بحال هكا، كنلويوهم مرخوفين، وفي الاخير كنلقاو هذيك البلاصه اللي مازال ما مقطعاش كنطويوها فيها كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. صافي هنا هذه اللي ارتاحت ها هي اللي طويتها شي كي درت لها، والاخرى خليتها هكاك حتى ترتاح. صافي وكنستمر على هاد الطريقه حتى كنساليهم كاملين. وهنا كتكون عندي المقله كتسخن، خص المقله تكون سخونه، وكنطلقها غير شويه ما كنرققهاش بزاف. هي اصلا مازال غادي تزيد كتحل وكتنفخ. صافي كنبقى نطيب على النار متوسطه، ما تكونش النار مجهده وما تكونش عاوتاني النار ميته باش ما تيبسش لينا في المقله. المهم المقله تكون سخونه. مره كنرشها بشويه ديال الزيت باش كيجي اللون ديالو مذهب وطايب على الجناب. باش كنحصلوا على هاد اللوين هكا كنبقاو دائما كندوروها وكنقلبوها بحال هكا باش كتحصلي على هاد اللوين يكون ذهبي، وفي نفس الوقت كطيب من كاع الجهات وكتحل وكتورق. حتى الطياب راه كيلعب دور كبير بالنسبه للنجاح ديال هاد الملوي. وخصنا نحاولوا ما امكن من ما نحلوهاش بزاف، لان هذيك القشره اللي جا معاها راها غير رقيقه، ومن داخل راه كله خويطات ما شاء الله صلى على النبي. منين نطيبوه نحاولوا نطيبوه غير بشويه ملي نبغيو نقلبوه. صافي كنستمروا بحال هاد الطريقه. تبارك الله كيجي خفيف ومورق ومقرمش، واحد المقرمشه فيه. نتمنىكم تجربوه بهاد الطريقه ان شاء الله، غادي ينال الرضا ديالكم وغادي يعجبكم، واللي داقوا عندكم غادي يحماق عليه وغادي يسولكم على الطريقه باش كيجي بحال هكا. صلى على النبي رائع. آه هاد الملوي صراحة كيجي زوين بزاف ديال النهار الكبير ديال الضياف. الا كنتي غاديه لشي بلاصه ديريه في يدك وتديه معاك. وهاد الوقيته راها مناسبه بالنسبه للمسمن او الملوي، راه ما كيكونش هكا الصهد يعني كتخدميه وانتي مرتاحه وزوين. في الصباح هكا انا كنحيدو كنعجنو ونخليه يرتاح. كنعجنو الصباح وكنخليه مره كندور فيه يدي هكا كنحيدو من داك البلاستيكه ونعاود نعجنوه حتى شويه ونعاود ندهنو بالزيت ونردو لداك البلاستيكه. مورا الغدا كنبدا نطيب نقرص فيه. صراحه كيجي ساهل وزوين الا درتيلو بحال هكا ما كتعذبيش معاه كيجي ساهل. صافي كيف ما شفتوا وريتكم الطريقه كيفاش كنهزو. بغيتو الا كنتو ديروهم كبار اولا خفتو لا تهرس ليكم ديروا له الورق، ورق الطبخ راه كيسهل كتلقيها عليه وديريها طيب. صافي وتقبليهم بحال هكا حتى كطيبيهم كاملين. وهذه هي النتيجه ان شاء الله تصدق معكم احسن من هادشي اللي صدق معايا انا. يتبعوا الطريقه وحاولوا ديروا الزبده نوعيه مزيانه باش كيجي المذاق زوين. وهذا هو الشكل ديالو كيفاش كيجي تبارك الله ما شاء الله. كيجي شي حاجه ديال تحميره الوجه، شي حاجه رائعه كيتفرتت تبصل على النبي وغير بوحدو ما شاء الله. وكله من داخل كانت داك الطريقه اللي درنا له اللي شي حاجه اللي ساهله ما غاديش تاخذ لك وقت كبير اولا خدمه فيه ممتعه. هكا الناس اللي عز عليهم الطبخ راه غادي يعرفوني شنو كنقول. وهذا هو الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم. الا وصلتوا معايا حتى لهنا كنقول لكم شكرا، الله يجازيكم بخير، وفيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.